في الفيديو ده هنتكلم عن ايه هو الووردبريس. في بداية السيكشن بتاع اللي احنا نتقن اساسيات الووردبريس لازم تبقى عارف او عندك شوية معلومات عامة او تثقف نفسك شوية عن ايه هي المنصة اللي احنا هنتعامل معاها وهي الووردبريس نفسه. السيكشن ده اول كام فيديو فيه هو بيناقش شوية معلومات عامة مش هتطلب منك في الشغل، بس هي معلومات مهمة عشان مثلا لو انت قاعد مع حد او مثلا عميل بيسألك يعني ايه ووردبريس تعرف تجاوبه وتدّي له زي نُبذة بسيطة عن إيه هو الWordPress ده. أنا طبعًا في الفيديو ده مش هاتكلّم بالتفصيل المُمِل أوي عن إيه هو الWordPress، أنا زي ما قُلت لك أنا هادّيك المعلومات العامة المهمة اللي هتحتاجها عشان برضه أنت تبقى عارف إيه هو الWordPress ده أصلًا وعبارة عن إيه بالضبط. لو بقى هنتكلم كناحية تكنيكال شوية الووردبريس أصلا هو اوبن سورس. يعني ايه اوبن سورس؟ ده معناه اللي انت لو انت مبرمج تقدر اللي انت تاخد الووردبريس السورس كود بتاعه الاكواد او طريقة برمجة الووردبريس واللي انت تضيف عليها مميزات او مثلا تشيل منها حاجات ايا كان التغيير اللي انت هتعمله في الووردبريس ده، ومحدش هيحاسبك او مثلا يهاجمك اللي انت لا انت مش مرخص استخدام الووردبريس ده ليه بتستعمله من غير اذن. لا، الووردبريس اوبن سورس يعدل فيه اللي هو عايزه ويعمل منه النسخة اللي هو عاوزها. تعالوا بقى نتكلم دلوقتي عن شعبية الووردبريس وهو بيشغل قد ايه دلوقتي من الانترنت. نروح للسلايد التانية. هنلاقي ان الووردبريس حاليا في الوقت اللي انا بصور فيه الفيديو ده بيشغل 43.2% من المواقع اللي انت بتستعملها كلها في النت. طبعًا أنا حتى يعني مش عارف أحسب بالضبط المواقع اللي موجودة حاليًا هي قد إيه، عشان كل يوم في مواقع جديدة بتتمسح، في مواقع جديدة بتتضاف، بس فكرة إن في منصة واحدة أو نظام إدارة محتوى واحد زي الووردبريس بيشغل النسبة الضخمة دي كلها، فلأ ده معناه إن الووردبريس ليه شعبية كبيرة جدًا بيتم استخدامه من ناس كتيرة جدًا، جدًا، جدًا. يعني أنا عايزك تتخيل وتحط المعلومة دي في دماغك إن من كل 4 مواقع عشوائيين أنت بتزورهم في النت، واحد منهم معمول بالووردبريس. فالإحصائية دي مهمة ليك جدًا عشان لو عميل سألك مثلًا طب هل الووردبريس ده مشهور؟ لأ، ورّي له الإحصائية دي وقُل له إن الووردبريس في السنين الجاية هيبقى تقريبًا بيشغل نُص المواقع اللي موجودة حاليًا في الإنترنت. خلّونا بقى دلوقتي نتكلم على إيه هي استخدامات الووردبريس. عشان أقول لك إيه هي استخدامات الووردبريس لازم تعرف الووردبريس أصلًا كان بيعمل إيه أو كان إيه وظيفته زمان شوية نرجع كام سنة. هو أصلًا كان مخصص اللي هو يعمل المدونات بس، ما كانش مخصص لأي حاجة تانية. حتى لمّا نتعمق شوية في الكورس هنلاقي إن الووردبريس أول ما بتسطبه by default هتلاقي اللي هو موجود في السيستم الكور بتاعه نظام المدونة. يعني هو أصلًا معمول عشان المدونات بس الكلام ده كان زمان. دلوقتي بعد ما السنين عدت وبقى في مرونة والووردبريس بقى مدعوم أكتر بفضل البلجنز والسيمز والكلام ده هنناقشه بعدين. الووردبريس دلوقتي بقى من مجرد اللي هو CMS او نظام اداره محتوى بيعمل لك مدونات بس، لا ده بقى بيعمل لك كل انواع المواقع اللي انت شايفها دي. يعني احنا مثلا بيعمل مواقع الاعمال دي اللي هي ايه. انا مثلا راجل صاحب شركه عايز اعمل موقع تعريفي بشركتي اللي هو الرئيسيه، نحط فيه شويه معلومات، صفحه من نحن، تواصل معنا، الخدمات وهكذا والكلام ده كله. دي مواقع الأعمال. حتى الموضوع اتطور ووصل للمتاجر الإلكترونية اللي دلوقتي بقى فيه متاجر كاملة قايمة بنظام الووردبريس. وده بفضل بلجن اسمها الووكوميرس هنناقشها بعدين في الكورس ده. وطبعا النظام الأساسي بتاع الووردبريس هو المدونات، وفي كمان إضافات تانية بتدعم نظام المدونات. وفي معرض الأعمال أنا مثلا لو إيه فريلانسر او مثلا مصور، فانا ببقى محتاج موقع يعرض الاعمال بتاعتي دي. فالووردبريس برضو في شوية سيمز او اشكال معينة بتساعد اللي انت تعرض اعمالك دي بصورة احترافية قدام العملاء. السير الذاتية دي هي نفس فكرة معرض الاعمال، بس هي
أعتقد اللي هي بتبقى موجهة أكتر للناس المشاهير، اللي هو مثلًا السيرة الذاتية عن أينشتاين مثلًا، حاجة زي كده. فدي يعني شبيهة شوية بمعارض الأعمال. في برضه المنتديات، لو مثلًا نتكلم عن منتدى بيتكلم في قطع الhardware بتاعة الأجهزة، يعني أنا مثلًا واحد عايز أعمل تجميعة أو حاجة، مثلًا شُفت الكارت الفلاني فبانزّل في المنتدى ده وأشوف آراء الناس وهكذا. شبكات اجتماعية، ودي الصراحة مش بيتم استعمالها كتير في الWordPress عشان مهما ما وصلت بمستوى الWordPress فأنت أكيد مش هتعمل شبكة تواصل اجتماعي زي الفيسبوك مثلًا، فدي مش بيتم استعمالها أوي. بس في إضافات بتساعد وبتدعّم اللي الWordPress يقدر يعمل حاجة زي الفيسبوك بس نسخة مصغّرة شوية. مواقع العضويات الmembership دي برضه مهمة جدًا، جدًا، جدًا وبيتم استعمالها بشكل كبير. إيه هي مواقع العضويات باختصار؟ مثلًا أنت عندك 3 باقات، الباقة الذهبية والباقة الفضية ومش عارف إيه. كل باقة من دول بتفتح لك مميزات معيّنة في الموقع بتاعنا. طبعًا الكلام ده يعني أنا باحاول أشرحه بشكل مُبسّط شوية، أمّا طبعًا لمّا نتقدّم في الcourse الكلام ده هيتشرح بشكل technical وهنفهم إيه هي الفكرة بالضبط. وفي حاجة كمان وهي المواقع بتاعة المنصات التعليمية، الWordPress برضه يقدر اللي هو يعمل منصة تعليمية زي Udemy اللي أنت بتشوف عليها الكورس ده بالضبط، يقدر يعمل اللي هو حاجة شبيهة ليها، طبعًا مش نفس قوة المواقع زي Udemy، بس بيعمل منصات تعليمية، سواء بقى أنت بتدّي كورس مثلًا أو المنصة التعليمية دي لمُدرِّس أو أي حاجة. وحاجة كمان وهي أي حاجة ممكن تتخيلها لو عرفت تلاقي لها الأدوات المطلوبة، أنت تقدر تعملها على الWordPress. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن حاجة مهمة جدًا وهي الWordPress ظهر إمتى وإزاي. طبعًا تاريخ الWordPress نفسه هو يعني كبير جدًا وعميق، وأنا مش محتاج اللي أنت تعرف كل المعلومات دي عشان هي معلومات نظرية، فأنا هادّيك بشكل مبسّط الWordPress ظهر إمتى وإزاي. نرجع ورا شوية، في سنة 2001 كان في مبرمج فرنساوي اسمه ميشيل فالدرجي. المبرمج ده عمل زي حاجة CMS برضه أو مشروع شبه الCMS، كان اسمه B2 أو Cafelog. أنا مش عارف الصراحة Kflog والّا Cafelog، بس يعني ده كان اسم المشروع اللي المبرمج ده عمله. المبرمج عمل المشروع ده عشان استخدام شخصي اللي هو يعرف يعمل بيه المواقع بتاعته. في سنة 2002 المبرمج ده وقّف استخدام المنصة دي أو ما بقاش يدعمها زي الأول وفضلت زي ما هو. نتقدم بقى شوية لسنة 2003 ظهر 2 مبرمجين، واحد أمريكي والتاني بريطاني، واحد اسمه مات مولونويج والتاني مايك ليتل. بالمناسبة مات مولونويج ده هو الفاوندر بتاع شركة اوتوماتيك، وهي دي أصلا المسؤول عن wordpress.com، وهي كانت الشركة الأم اللي قومت أصلا الوردبريس. المهم يعني اللي في سنة 2003 المبرمجين دول خدوا المشروع ده، هو طبعًا كان open source، خدوه وعملوا منهم النسخة اللي إحنا نعرفها دلوقتي وهي الWordPress. فأنا مش هاطوّل عليك أكتر من كده في التاريخ بتاع الWordPress عشان هو تاريخ طويل شويتين، ودي المعلومات اللي أنا من وجهة نظري شايف اللي أنت محتاج تعرفها لحد دلوقتي. نيجي بقى عن حاجة برضه أكيد في ناس بتسأل عنها، هل في مواقع مشهورة بتستخدم الWordPress؟ هادّيك في الموقع ده مثالين وهُم مدوّنة مايكروسوفت الرسمية، يعني تخيّل شركة بحجم مايكروسوفت اختاروا الWordPress للمدوّنة بتاعتهم، فدي حاجة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا. وبرضه الموقع بتاع البيت الأبيض اللي هو whitehouse.government ده برضه معمول بالWordPress. وطبعًا في مواقع كتير جدًا، جدًا، جدًا مشهورة معمولة بالWordPress، بس أنا مش هاطوّل عليك يعني في المعلومات دي، وهي معلومات نظرية. نيجي بقى لحاجة مهمة، وهي المرونة بتاعة الWordPress. يعني إيه أو أنا أقصد إيه بالمرونة بتاعة الWordPress؟ فاكر الslide اللي إحنا كنا بنتكلم فيها عن إن الWordPress أصلًا زمان كان أداة لعمل المدونات بس، وبفضل الplugins والthemes الWordPress اتطور وبقى يقدر يعمل المواقع التانية، ساعتها قُلت لك هنتكلم بعدين عن النقطة دي، وهنا جه الدور اللي إحنا نتكلم عليه. الووردبريس زمان ما كانش فيه النظام بتاع السيمز وبتاع البلجنز. طب ايه السيمز وايه البلجنز؟ السيمز دي باختصار هي شكل الووردبريس نفسه عامل ازاي، الواجهه اللي اليوزر بيشوفها. البلجنز دي بقى وهي دي الأهم وهي دي اللي بفضلها قوّمت كل الأنواع التانية والأشكال المختلفة من مواقع الووردبريس للحياة، وهي
الplugins دي باختصار هي زي في الfunctionality أو البرمجة نفسها اللي ممكن مثلًا تتيح لك اللي إحنا نعمل من الWordPress نظام منتدى. مثلًا plugin بتخلّي الWordPress نقدر نعمل بيه متجر إلكتروني. plugin WordPress بتعمل نفس النظام المنصات التعليمية. فالplugins دي أنا شايفها هي الروح الأساسي لل للمرونة بتاعة الWordPress، وهي اللي خلّت الWordPress ينتشر ويتوسّع بالطريقة دي. نيجي لسؤال تاني مهم، هل الWordPress مدعوم؟ أيوه، الWordPress مدعوم وفي فريق كبير جدًا أو community كبيرة جدًا على الموقع زي مثلًا wordpress.org الموقع الرسمي بتاع الWordPress اللي إحنا هنشتغل عليه، في الcommunity بتاعته لو مثلًا في شكوى، في اقتراح، في أي حاجة، ففي فريق كبير أو مجتمع كبير جدًا ممكن تتواصل معاه وتشوف إيه هي الاقتراحات مثلًا، إيه هي المشاكل اللي بتواجهك، مثلًا مشكلة واجهتك قبل كده بتسأل تشوف هل حد واجهها قبل كده وحلّها وهكذا. وبس كده، ده كل اللي أنا كنت عايزك تعرفه في محاضرة النهارده. طبعًا هي محاضرة مش مليانة تفاصيل، كلّها كلام نظري، بس برضه هو مهم عشان تبقى عارف إيه هي حجم المنصة اللي أنت هتتعامل معاها الكورس ده كلّه. وفي الفيديو الجاي هنتكلم إيه الفرق ما بين الwordpress.com والwordpress.org.